بام بام بام، رسميا الاتحاد يحقق أول بطولة لفريق سعودي في أوروبا. أكثر صناع محتوى وإعلاميين يبيعوا الوهم لجمهورهم هم الاتحاديين. لعبوا مع فريق قيمته السوقية لا تتجاوز قيمة كريم بنزيما لما كان يصب القهوة لفروق النخبة. حاولت أعرف هزموا مين، 365 سكور، مو منزل المباراة. قلت يمكن ألقاها في جوجل، حتى في جوجل ما هي نازلة المباراة. وأبو حبة يقول لك فوز الاتحاد خلى الجميع يصمت. وأنت بتتكلم جد؟ هو أحد داري عن المباراة؟ حتى جماهير الاتحاد ما هم دارين عنها. حاولوا يخشوا يدوروا الاهداف ما لقوها، حاولوا يخشوا يشوفوا مين سجل ما عرفوا. طول ما هذول هم صناع محتوى الاتحاد والاعلاميين والصوت النابع من الاتحاد، لا خوف على الهلال والانديه الاخرى من هذا النادي. بالنسبه لي انتوا رحتوا ولا جيتوا فريق، خليها على الله. السلام عليكم شباب، النهارده معنا فيديو رد فعل جديد. قبل ما نبدا رد الفعل متنسوش اللايك وزر الاشتراك عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجايه من هنا. يلا بينا نبدا نشوف رد الفعل. الحمد لله فزنا، الحمد لله. من اول انتظر فوز يا عالم، من اول اقدر اهايط ببطوله وديه. على كل حال هذا ولا شيء يا نصراوي تعال. بس في ملاحظات في المباراة بتكلم عنها، خلني أعلمكم. من محبين كرة القدم حسابي هذا مختص حول هذا الأمر، سواء لعبة ولا أرض واقع. ولا تنسى تحط الإعجاب والمتابعة، أهم شيء المتابعة، ضغط الزر وخلونا نكمل. أول كان جميل جدا من ناحية الاستحواذ والضغط على الخصم، وأيضا الدفاع كان متماسك. يعني حسيت أن في جدية حقا في هذه المباراة ويبغون يفوزون. أصلا من يوم ما شفت التشكيلة كاملة قلت خلاص بنفوز، يعني بنفوز غصب عن اللي يرضى واللي ما يرضى. طبعا بس يعني لفت انتباهي حارسهم. إيش هذا الحارس؟ إيش هذا الحارس يا عالم؟ حرفيا يصد كل شيء كل شيء. انا اشوف عندنا مشكله، بس اذا دخلنا صندوق الخصم في مشكله هناك، ما ادري ايش المشكله بالضبط. يعني ما حد يعرف يمرر داخل الصندوق الخصم. وايضا الانهاء عندنا فرص الانهاء جدا سيئه صراحه. يعني بعدين بنواجه انديه متقدمه بالدفاع. اتمنى نحصل حل في هذه المشكله. يعني اذا ضيعنا فرص كثير غالبا النتيجه عكسيه، احنا اللي بنخسر. الشوط الثاني كان شوط جدا ممتع. هنا الاتحاد صار ممتع حقا، يعني هجوميا بدنا نبدع. تحس بلان قرا الخصم، ترى هذه ميزه قويه جدا عن بلان. انا يوم كذا ومره يوم كذا، يعني في جوانب جميله صراحه في بلان الشوط الثاني تحس انه قرا اسلوب لعبهم. واصلا كان الحارس يلعب وحيدا، ترى كنا بنطلع 8-9 اهداف بالراحه. ولكن الشوط الثاني كان ممتع، خاصة الاسماء المحليه. قاعد تتكلم عن 3 اسماء محليه سجلت اهداف، عفوا 4 اهداف، طبعا واحده من بيريغوين، 4 من اسماء محليه. هذا شيء قوي جدا، شيء قوي جدا. 4 اسماء محليه سجلت هدف صراحه. ايضا لفت انتباهي ياسين جابر، اللاعب هذا اركز فيه صراحه، لاعب جيد، موهبه كبيره مستقبلا. وايضا في تحسنات في بعض اللعيبه مثل ديابي، بيريغوين بدأوا يساندون. ايضا ديابي بس يبغى له شغل شويه. ديابي اخطر واحد عندنا بالاتحاد بلا شك. ومباراه ممتعه صراحه، انا استمتعت. 5 اهداف كانت جميله جدا ومقنعه. وهات النصراوي، هات تعال الان انا ابغاك يا نصراوي. لا 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 لا، بيسحروك يا مان. عملتها كيف دي؟ عملتها كيف؟ اخيرا شفتك بتفوز، اخيرا الحمد لله على السلامة يا اخي. ايوه كده فرحنا يا اخي. يا جماعة والله بنحب الاتحاد، يعني احنا ما بنرضى لك الخسارة. ما تقول لي ودية ما ودية، ما بنرضى الخسارة للفريق ده. نحن لسه متلهفين ومشتاقين مستنين الدوري يبدأ، وقاعد يخسر لنا في وديات الايام الاولى. هسه الحمد لله ينتصر، ان شاء الله تكون بداية للانتصارات. ودبر له يا جماعة، دبروا له وامشوا. انا ما مطمن شديد، لكن يعني ممكن يضع حكمته في اضعاف خلقه. بلان لوران بلان، نو بلان، ما في اي بلان في الموضوع، بس هو بر كده ماشيه. الناس ما عارفين كيف ماشيه. بالتوفيق يا اتحاد، بالتوفيق. طبعا يا اخوان، نادي الاتحاد لعب وديه قبل قليل وفاز 5-1 يا اخوان على فريق اسمه اونياي، حتى اسمه قسم بالله. واعطاهم كاس تسليك يا اخوان. ايش هذا؟ تكفون شيلوهم يا اخوان، لا يحسبونها بطولة رسمية بس ودية يا حبيبي. اللي طلع له مقطع يا حبايب يدق اللايك والاضافة لهند. الله يسعدك يا وينت، الله يسعدك، يعطيك الف عافية.
يا عيال خلونا نشوف تعاقدات أندية الصندوق والاتحاد، نرجع لآخر شيء. طيب أول شيء الجار ما شاء الله عليه شغال 4 لعيبة تعاقد معهم، زين الجار ما شاء الله عليك شغال شغال. بعدين النصر تعاقد مع 3 لعيبة إلى الآن، وباقي في صفقات جاية. ايش فيكم أنتم ما خلصوا؟ قبل نكمل ب 15 تقدر تتابع كل شيء، مباريات، مسلسلات، افلام بدون تقطيع، وعليه ضمان الرابط في البايو. الحق. بعدين الهلال، وما ادراكم الهلال الى الان تعاقد مع 3 لعيبه، اوكي، لكن في صفقات جايه برضه. نيجي للاتحاد، تفضل فاضي، ما في شيء. وش متوقع يعني؟ ترى ما في شيء، ما تعاقد مع احد. ترى الاتحاد هو المشرف الحقيقي للوطن، ذهب بلا دعم وبغياب راكوفيتش وفي بطولة السوبر السعودي الودي، وانتصر بال5 وحقق الثلاثية، 2 رسمية و1 ودية. الهبات انفازوا على السيتي وخسر الاتحاد، فاز على السيتي خسر ودية. تعالي غيرنا ذهب ب2 مليار وجلدوه عواجيز فلومنزي. ورجع بلقب علي بابا. لكم لا حد يزعل النمر، الاتحاد عاد وفاز بال5 بطولة السوبر البرتغالي السعودي. الاتحاد لما يرجع على طول يضرب بال5 وياخذ بطولة. شوف ال4 المباريات هذه الاتحاد ما يبي يلعب، لكن في المباراة الأخيرة يبي يلعب ودخلوا بالتشكيلة الأساسية وفزنا على طول. بس والله اني فقيد رايكم يا اخوان، لازم الاتحاد اذا رايكم ما حيكمل بموسم لازم يجيب حارس 9 على طول. الف مبروك لجمهور الاتحاد، البطولة الودية هذه تسخين للسوبر، وباذن الله حنشوف السوبر هنا بعد فترة. هو تصنيف الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء أفضل كل نادي في القرن العشرين من كل قارة. قارة أوروبا يا أخوان نادي ريال مدريد هو أفضل نادي في القرن العشرين، بعدين يجي اليوفي، برشلونة، ميلان، بايرن ميونخ. المفاجئ في قارة افريقيا انه الاهلي مو الاول، شيبيبة القبائل هو الاول زي ما انتم شايفين، والاهلي الثاني والزمالك الثالث، وهذه بقية القائمة. اما في اسيا الهلال الاول والنصر السادس. ما ادري النصر كيف السادس، هو لسه ما جابها، بس اوكي. المهم هل تشوفوا هذا التصنيف عادل؟ اكتبوا لي في التعليقات تحت. والله يسعدك عزيزي المشاهد، لا تنسى تدق الفولو وتصلي على النبي. رسميا نادي الاتحاد من موقعه الرسمي يعلن انه عنده 15 دوري و10 كاس ملك و2 دوري ابطال اسيا، ومجموع البطولات كلها 44 بطولة رسمية ونقية. انا ماني عارف ليش نزلوا دحين البطولات، لكن حسب التسريبات اللي نزلت اول انه لجنة توثيق المسابقات حسب الصحيفة الرياضية هذه هي بطولات الاندية. الاتحاد عنده 5 كاس ملك في التسريبات، وفي الموقع الرسمي منزلين 10. فماني عارف صراحة متى لجنة توثيق المسابقات راح تنزل خلاص البطولات لجميع الأندية. خلاص النادي أعلن رسميا 15 دوري، 10 كأس ملك و2 آسيا، مع إنه عندنا واحدة كؤوس آسيوية ما أعرف النادي ليه ما نزلها، بس أوكي. ماني عارف صراحة إذا هذا هو القرار النهائي. والله يسعدك عزيزي المشاهد، لا تنسى تدق الفولو وتصلي على النبي. يا أخي الحرمان اللي عاشوه الاتحاديين والاتحاد بشكل عام يعني يخليهم أي بطولة يحتفلون فيها مهما كانت البطولة وعلى أي مستوى راح يحتفلون فيها، رسمية ولا مو برسمية. عادي يجيك مشجع اتحادي ينزل لك في أي برنامج في أي ستوري يكتب لك الحارقة 10، يعني عادي ومنطقي ترى. لكن أنا ما ألومهم، يعني الحرمان اللي عاشوه السنوات الماضية ما يلامون عليه. يعني فترة من الفترات كنت تعاني وتنافس على الهبوط، فجأة الحين تجيب دوري وكاس في موسم واحد. بس شهادة حق الاتحاد والاتحادين يحللون البطولة، يعني حتى وكانت بطولة ودية يجيبون لها مسمى ويحتفلون فيها عادي، يعني ما يهمهم. يعني بطولة ودية ومسمينها السوبر البرتغالي السعودي. لو وصلت معنا لغاية هنا ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهات جديدة مننا، والسلام.